عاجل الجزائر، حريق مهول في تمن راست وسط حالة استنفار قصوى. لطفك يا رب. حريق مهول داخل محطة خدمات بحي تهقارت في مدينة تمن راست. سترك يا رب. شب الحريق نتيجة احتراق سيارة وانتقال ألسنة اللهب إلى مضخة توزيع الوقود، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة. أدى الحادث إلى احتراق كلي للسيارة المتسببة في الحريق، بالإضافة إلى مضخة الوقود وسقف محطة الخدمات وسط حالة استنفار قصوى. الحماية المدنية سخرت لإخماد الحريق 3 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف وسيارة اتصال، بالإضافة إلى 14 عونا، حيث تمت العملية بنجاح لتأمين الموقع ومنع انتشار النيران إلى الأماكن المجاورة. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بفضل التدخل الفوري والفعال، ما حال دون وقوع كارثة أكبر في المنطقة. وأكدت المصالح ذاتها أن الحريق لم يسفر عن أي إصابة أو خسائر بشرية. تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج في الجزائر في غلق الطريق الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، وتم الإعلان أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردا بلدية إفرحون مغلق بسبب تراكم الثلوج.